نفر هيرو. النهارده هنتكلم عن قصة هلاك البشرية. على فكرة القصة دي من أهم القصص في الميثولوجيا المصرية القديمة. هي بتفكرني بقصة سيدنا نوح عليه السلام في الديانات الإبراهيمية. تعالوا نشوف إيه وجه الشبه بين الاتنين. النهارده هنكمل مع بعض قصة هلاك البشرية الجزء الثاني. رع احتار في أمر حفيدته حتحور. كل ساعة بتمر ناس كتير جدا بتموت. استدعى رع مجلس النترو اللي هو مجلس الآلهة يعني، عشان يفكروا في كيفية إنقاذ القلة المتبقية من البشر. عرض عليه شو إنه يروح بنفسه ويرجع حتحور. رع وافق، هو طبعا مفيش قدامه حل تاني. وبالفعل شو وهو إله الرياح والهواء راح لحتحور علشان يخبرها إن رع شايف إن البشر نالوا كفايتهم من العقاب، وإن هو قرر يعفو عنهم ويسامحهم، وبيأمرها تتوقف عن إيذاء الناس وترجع فورا للسماء. لكن حتحور كانت قد أدمنت شرب الدم البشري، وأصرت إنها تستمر في مهمتها ورفضت ترجع. رجع شو بعد ما فشل في مهمته طبعا. فاجتمعت الآلهة مرة أخرى وقرروا المرة دي إن هم يلجأوا للحيلة. يبدو إن رع رغم كبر سنه كان مازال لسه بيتمتع بنسبة كبيرة من الخبث والدهاء. رع أمر بإحضار كمية كبيرة من النبيت الأحمر وملء البحيرة المقدسة بهذا المشروب الكحولي. شربت منه حتحور وهي طبعا فاكرة إن ده دم بشري، لغاية ما نامت من تأثير السمالة والخمر. شو خدها بين دراعاته وهي غائبة عن الوعي تماما ورجع بيها إلى السماء. طبعا حتحور لما فاقت زعلت جدا وأدركت إنها تعرضت لخدعة، وقررت إنها تغادر السماء، وهذه المرة قررت إنها تذهب للنوبة وتعيش لوحدها في عزلة. طيب نرجعها إزاي؟ لجأ رع للإله تحت، لأنه إله الحكمة والمعرفة وهو أكثر الآلهة دهاء. ذهب تحت لحتحور وقعد يحكي لها قصص كثيرة. كل أبطال هذه القصص من الحيوانات، كل قصة بتنتهي بحكمة، ودي من أدبيات الميثولوجيا المصرية القديمة المهمة جدا. على فكرة أدباء كتير قوي في العالم استوحوا نفس هذه الفكرة وقلدوها، زي لافونتين الشاعر الفرنسي الشهير كتب لفابل دو لافونتين، كتاب كليلة ودمنة في الأدب الهندي، وفي حضارات أخرى كثيرة أخرى. بالفعل تحط نجح أنه يقنع حتحور ويرجع بيها إلى أبيها رع مرة أخرى. طبعا احتفلوا بيها احتفالات كبيرة، بنوا لها معابد خاصة في فيلة. ويوم عودتها اللي هو يوم 20 من الشهر الأول من موسم الفيضان كان بيعتبر يوم عيد، اللي هو عيد عودة حتحور من النوبة، وكان بتقام فيه الاحتفالات الموسيقية الراقصة كل سنة. هذا الاحتفال كان بيشارك فيه الإله بس، إله المرح والنشوة والخمر. لسه الحكاية ما خلصتش، تابعونا في الجزء الثالث.